اقسم بالله حدث بالفعل. النهارده مروح بيتي واتقابلني في الشارع بنوته كده صغيره حوالي 15 16 سنه، ما تزيدش عن كده خالص. يا عمو ممكن تساعدني؟ قلت لها تحت امرك، خير في ايه؟ قالت لي والله انا بشحت اليوم كله، وقعوا مني ال 150 جنيه بتوع اليوم كله، ولو عندك سلم ولا حاجه كده عايزني امسحهولك مثلا وتديني 150 جنيه عشان لو روحت من غير ما تحصل لي مشاكل. نعم. نعم. انت بتلم في اليوم 150 جنيه؟ يعني 150 في 30 يوم ب 4500، ده انا مش باخدهم. لا يا عم، لا يا ارمط، هتشتغل 26 يوم بس في الشهر وهتأجز الاربع ايام جمعه يا ارمط، يعني 150 في 26 بحوالي 3800 جنيه. دي ليها سكتين. السكه الاولى يا اما دي تشتغل مع الكتعه اللي هي كانت في فيلم الاستاذ عمرو دياب وبتسرح العيال الصغيره ويرجعوا اخر اليوم يلموا الحصاله، يا اما دي بتستغفلني وعايز تاخد من القرمط الغلبان 150 جنيه. لا يا ابو لسان طويل، مش قرمط اللي اتضحك عليه يا بنتي، انا معايا 150 جنيه. طب يا بنتي ده انا القهوجي بيشوفني جاي من الشارع عارف ان انا ما بشربش غير قهوه، لما صدري ولع من القهوه كنت قعدت على القهوه. لو معايا 150 جنيه كنت جبت سحلب مكسرات في الشتاء ده اللي انا اصلا عظمي كله باظ منه. ده القهوجي بيشوفني اخر الشارع بيعمل لي القهوه على ما اوصل الترابيزه تكون بردت، عارفني هو مفيش غير القهوه. ارمط ما بشربش غير القهوه بس. جاي تضحك على ارمط. خلي بالكم دايما، حتى لو حد محتاج حاجه مش هيشحتها، يعني تحسبهم اغنياء من التعفف. دي سكه ودايره وشغلانه ومصلحه ودنيا وناس من سراحه ناس وبتاع والكلام ده كله. فربنا يستر علينا بقى من الناس دي اللي هي عصابه ودايره، وتلاقي كده العيال ماشيه في الشارع، اطفال صغيره كده بنات وبتاع، ويجروا وراك ويشدوا هدومك ويقول لك والنبي حاجه لله، والنبي خليها لك يا رب تتجوزها، وهي تبقى اختك اصلا. اتجوزها ازاي؟ يخرب بيت ابوكم ما تودونا النار. دي اختي يا بنت، مش هينفع. بس شغلنا حلو والله، يعني الواحد ممكن يعمل له عصابه كده من كام عيل كده ويسمي نفسه لكتعه. تحديث برضه، سيبك من الكتعه بتاعت زمان بتاعت استاذ عمرو دياب، خلاص اتحرقت. ومش هجيب بليه ولوزه، يعني ما هتيجي واحده تقول لي فيهم واحده بنتي اقول لك ما عندناش بنات، احنا كلهم ولاد ما فيش. خدي لك مثلا يبقى حسن وحسنين واختاري بينهم وتيجي اخر الفيلم تموت الكتعه، حوار كده كبير يعني. اما اروح اشرب قهوه عشان صدري ولع. السلام عليكم.